هلو هلو، عاملين ايه؟ جايبالكوا ألذ واحلى تحلية كلنا بنحبها ومناسبة جدا للوقت ده. تدفي جدا في الشتاء وخطيرة ومليانة قيمة غذائية، ومفيش حد ما بيحبهاش، الكبير والصغير، وبتتباع بره في المحلات بأسعار كبيرة جدا. طبعا كلكم عرفتوا ايه هي البليلة. البليلة دي مشهورة بيها اسكندرية جدا، علشان احنا في مصر وبالذات في اسكندرية بنحبها قوي في الشتاء علشان بتدي طاقة وبتغذي. اول حاجة هنا عندي ربع كيلو من القمح المقشور او الغلة بتاعت البليلة. بيبقى شكلها كده بالظبط زي ما انتوا شايفين، حباية فيها خط في النص. هتلاقيها عند اي علاف او اي عطار او اي سوبر ماركت، ممكن تلاقيها سايبه وممكن تلاقيها في اكياس. هنستخدم هنا حوالي ربع كيلو، انا مش محتاجه اكتر من كده لانها بتزيد مع الطهي، فدي هتتضاعف، يعني ممكن تتكفي 4 أو 5 افراد الكميه دي. هنقعها في ميه سخنه كويس جدا. الميه السخنه دي علشان اتاكد ان هي بدل الميه العاديه، يعني اتاكد ان هي على الاقل دوبت الغلاف الاولاني في البليله، وهتسرع لي من سواها لما احطها على النار، لان البليله المفروض بتتنقع حوالي 6 أو 8 ساعات. انا الميه السخنه دي هتسرع لي نقعها جدا جدا جدا، وهتنزل لي النشا اللي فيها. وهتشوفوا لون الميه دلوقتي اللي نازل منها لون غامق بني. بصوا هتشوفوا بني كده غامق شويه، وده ليه؟ لان جواها نشا، وطبعا اللي بتبقى مزروعه في اماكن كتير والنقل والتخزين وكده، فده كنظافه يعني وامان اكتر. وبعد كده بقى هديها غلوه على النار بميه نظيفه تاني، ان انا غيرت الميه وشطفتها وحطيت ميه جديده، وهغليها بقى ميه على النار علشان اتاكد بقى المره دي ان نظافتها كويس جدا. واحط لها معلقه سكر علشان دي بتزود لي النكهه بتاعت البليله. بدل ما البليله احط لها سكر في الاخر طعمها ما بيختلفش وما بتحسوش ان هي مسكره، لكن لما بتحط لها المعلقه دي مع الغليان في البدايه خالص بتفرق جدا 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 في طعم البليله. زي ما انتوا شايفين مع الغليان بدأت تتكون رغاوي، وده معناه ان البليلة هي بتنضف كل النشا وكل المواد اللي مش كويسة. يبقى احنا سرعنا مدة الطهي، قللناها بان احنا نقعناه، وبعد كده كمان هنغليه. ده هيخليني ممكن اكل البليلة في نفس اليوم. والمية دي بقى كمان هنغيرها، يبقى احنا كده مرتين غيرنا عليها المية، مرة لما نقعناها في مية سخنة، وتاني مرة لما غليناها في المية. ادي الميه غليناها وهنكبها ونحط بقى ميه نظيفه. الميه النظيفه دي بقى هي دي اللي هتكمل معانا خلاص السوا. زي ما انتوا شايفين الميه دي كلها انا كبتها وحطيت بدلها ميه نظيفه، وحطيت لها معلقه سكر، وهسيبها بقى لغايه ما تغلي، وهوطي عليها لمده ساعه على النار. تاني، انا هحط الميه النظيفه وهسيبها تغلي ومعلقه السكر. اول ما هتغلي هوطي عليها واغطيها واسيبها لمده ساعه، وهطفي النار واسيبها بقى لمده ساعتين. يبقى انا سويته على نار واطيه لمده ساعه، وهطفي واسيبه لغايه ما يفشر كده لمده ساعتين. ودي النتيجه في الاخر. تيجوا بقى نعمل مع بعض الصوص بتاع اللبن اللي بيبقى بتاع بره وجميل وتقيل. انا عندي هنا نص كيلو لبن بالقشطه بتاعته، نص كيلو لبن او حوالي كيلو الا ربع يعني بالقشطه بتاعته. القشطه دي هي اللي بتدي السمك والجمال والحلاوه للبليله. وهقولك على سر تاني هو اللي هيخليها كمان معاكي تقيله. ادي حطينا اللبن على البليله، بتصفي البليله وبتحطيها على اللبن. القشطه دي كلها هتدوب دلوقتي. انا حاطه اللبن بخيره كله، يعني بصوا بكل حاجه فيه بكل فوائده. عايزه تحطي حبه ميه صغيرين من ميه البليله ماشي. حطيت بقى السكر بتاعي، هتحطيه حسب رغبتك، وحطيت فانيليا. والمكون الجاي بقى ده هو الاساس. هجيب بقى كوبايه ميه وهحط عليها معلقتين نشا، وده اللي هيديكي غنى للطعم وتقل كده وحاجه كده وهم وخيال. هتدوبيهم كويس جدا وتحطيهم. انا ليه ما حطيتهمش على طول؟ عشان ما يكلكعوش، لكن لما بدوبهم في ميه وبحطهم على المكونات بتاعتي فمش بيكلكع. هبدأ بقى اقلب. واخر مكون معايا هو جوز الهند بحطه. انا بحاول على قد ما اقدر اعلي القيمة الغذائية بتاعت الاكلة بتاعتي.
هقلب بقى كويس جدا هنا دلوقتي، وهسيبها بقى على النار هادية مع التقليب طبعا علشان ما تلزقش، لان احنا حاطين نشا. هتلاقي بقى القوام بدأ يتقل معاكي، وهيبقى دلوقتي خيال. وهنا بقى صبيته في البولات بتاعت التقديم. بصوا شكله وطعمه خيال، صدقوني حقيقي خيال، طعمه احلى من بره. عندك بقى مكسرات حطي، عندك زبيب حطي، اي حاجة عندك حطيها. عايزة تقدميه كده قدميه من غير اي اضافات حسب اختيارك، بس صدقوني النتيجة تحتاج التجربة، خيال وجميل جدا، واضمن واحلى من بتاع الشوارع بتاعت بره، وفي نفس الوقت مغذي جدا جدا جدا. هستناكم تعملوا لي لايك وتقولوا لي في الكومنتات عملتوا الوصفة ازاي. باي باي، واشوفكم فيديو جديد.